1963 نشبت حرب ما بين الجزائر والمغرب من أجل بنشار وتندوف. هذولي مدينتين أو ولايتين موجودين في الجزائر، والحين هم تحت حكم الجزائر اللي هي تابعين للدولة الجزائرية. فالمغرب آنذاك كانت تريد أنها تسترجع الأراضي ومجب أنها أراضيها، فدخلت في حرب مع الجزائر. يقولون أن المغرب فاز في الحرب. بالله عليكم، أنت دولة تدخل في حرب عشان أراضيها وتقول أني فزت، في الأخير الأراضي هذه تقعد تابع للدولة الجزائرية. طيب، من اللي فاز بالحرب؟